طيب نشخص أنيميا نقص حديد إزاي ونتأكد من التشخيص؟ بعد ما بنشك في الأعراض هنطلب تحليل CBC اللي هو صورة دم، طبعا كلنا عارفينه، وطبعا هنلاقي فيه إن الهيموجلوبين قليل والMCV اللي هو متوسط حجم كرات الدم الحمراء قليل، وكمان الMCH والMCHC اللي هم بيقيسوا تركيز الهيموجلوبين في كرات الدم الحمراء هنلاقيهم قليلين برضه. هل كده لما نلاقي التحليل كده نقدر نقول إنها أنيميا نقص حديد بنسبة 100%؟ الإجابة طبعا لأ. لأن الحاجات دي بتقل مع أنواع أنيميا تانية زي الأنيميا المصاحبة للأمراض المزمنة والسيدروبلاستيك أنيميا والثلاسيميا اللي هي أنيميا البحر المتوسط. وعشان نتأكد بنطلب تحليل تاني اسمه ايرن بروفايل، وده بنشوف فيه 4 حاجات تأكد لنا التشخيص. أول واحد هو السيرم ايرن، وده عبارة عن مستوى الحديد في الدم. تاني حاجة هي الفيريتين، وده بيقيس مخزون الحديد. تالت حاجة هي الترانسفيرين ساتوريشن، وده بيقيس درجة تشبع الترانسفيرين بالحديد، اللي بالمناسبة الترانسفيرين ده هو اللي بيشيل الحديد وهو ماشي في الدم. رابع حاجة هي التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي،